33 سنة منه. 33 سنة أكيد قصدك أبو ولد صح؟ هذا أبو ولد ما قص عاد أنا صغير وأنا بنصرف مصروفي شوف هو ما بش إلا أبو ولد وعفا. لا أنت شكلك قصدك عفا. رحلك يا ظالم الرجال ميت وبعدين البيت هذا ما بيغرقش يا كذاب جدة أمك. اسكا عيد الفيديو هات الفيديو. شفتوا الابواب مفتحات والبيت بيطرش. لا بيطرش كذاب صح؟ لا كذاب. ابصر لو كان البيت بيغرق ان الماء داخل بس الابواب مفتحات والبيت بيستفرغ. شكل السمنت مسمم. انا متاكد ان الشاقي ما غسل يده قبل ما يليس. جدة امه انتو بس اي حاجه تحصل عفا هذا رجع ساعه الابن الاكبر يكون بالمدرسه ومف البيت تكسر صح؟ كل بسببك. الآن قبل قليل شاب جنوبي بطل يطعن شمالي في مطعم الشرق الأوسط. هكذا نريد الدم في الدم. أي حين حيطلع المسيح الدجال الشجرة ما حيفعل له ما يطلع وقد بالدجالين أعظم منه. إبليس هو إبليس أعوذ بالله منهم ما يطلع ايش يصرح بوجهه يوسوس لهم سكتة في سكتة. ما رأيك تقتل فلان الفلاني؟ ما رأيك ترد بالمثل؟ بدي أفكار عدو محترم بدي أفكار والباقي يعتمد عليك علشان لو ما يجي يوم القيامة يقول اللهم إني بريء. وأنت من الأردن لليمن نريد الدم بالدم جدة أمك. ومعنا اتصال ونقول ألو. إبليس عليك اللعنة إلى يوم الدين. مشو أنت الذي وسوست للملعون هذا؟ ماذا تقول يا روتي؟ هذا يوسوس لي هو أنا أول ما بسرته حملته بز المسبحة أستغفر. هذا الدرجة وليش تستغفر؟ تمام أنا أتحدى أمريكا وأتحدى ترامب. معاكم جاستن بيبر معانا صلاح الأخفش معاكم دبابة معانا دبابة معاكم نووي معانا مهند الفراولة وحشوها. أنتوا دارين ليش بنهود؟ أي ضربوا النووي هنضرب مضادات ما ينفعش نطرح مهند الفراولة داخل مدفع يطلع يلاقي النووي في الجو. النووي ما بدل ما يقرح أيوة عدل هذا إذا ما قلش التير رقم. معانا خروف جديد سجلوا عندكم خروف نووي. شعب يقتل المواهب ويدفنها ويصير في الرجال موهبة المفروض يدخل غمس من رجال لا بنت وبدون ساعة حتى بنت ما فعلهاش صح. سألوا ما دخلني أنا وهو أنا لو ما كان يقول لي الأستاذ حق الفيزياء أغير من سمتي لا متر ما استرش. والصغير لو ما كان يلبسوه بامبرز كان يبكي ما يشتلا الويز جدة أمه. بنات هذا الأيام ومشى الكل لو تلطمها بالغلط وتجمع المكياج الذي طار تفتح 5 محلات تخرج بمكياج والمكوك الفضائي فوق راسها. ايش الفائدة؟ عشان لو ضاعت يبحثوا عنها عن طريق الأقمار الصناعية. القمر الصناعي يجي يقرب ما يبصير جلاس يبصير معسكر متحرك وتربط العباية قصدك بالعاني خايفة لو تنكع عليها. أصلا مرة خرجت بدون ما تربطها هربت. ضروري الاسكيني يكون اقل شيء باين لا عند الركبه عشان لو حصلت بالطريق عيال صغار يلعبوا كرات تشوتها ويا ريت تشوتها تجي تشوتها وتتكحول. عطر بيف باث ضيع العطور الفرنسيه يعلم الله اني تمشي وقد طلعت الباص وصلت هاي عاد شم العطر داخل مخك وتبدا بالتحركات العسكريه واهم حاجه الكعب لانه الحاجه الوحيده الذي يحافظ على توازن المكوك الفضائي. بعد هذا كله تروح البيت ماما غسلوا لي تصفيقه للبنت هذه. اسالش بالله كان ما تشتي يبصروش يقولوا ليش السلام عليكم اختي في الله ولا اول ما يبصريش يخرج. يا جماعه في موضوع حساس لما يدخل شاب بتحدي مع اصحابه انه يجيب رقم بنت محترمه ما تكلمش حد بالجامعه او بالمعهد او غيره ويبدا يتقرب منها تدريجيا مره بدراسه مره يشتي دفتر مره يسالها هذاك السؤال ما عرفت جوابه. هنا اغلب البنات توقع بدايتها دراسه واسئله وبعدين جيبي لي رقمك عشان ترسلي لي الاجوبه واتس. تبدأ بكلام عن الدكتور فلان شفتي ايش صار وكيفك وينك مغيبة انت بخير. هنا قمة الحقارة وملعون اي شخص يفعل هذا الشيء لانه هذه بنت ناس والبنت بطبيعتها حساسة مشاعرها تغلبها تحب اللي يهتم فيها ويوريها انها شيء عظيم بالنسبة له. هنا استغلال مشاعر ضعيفة لبنت بريئة. اتمنى كل بنت تفهم هذا الشيء وتتجنب توقع فيه.